كيفاش نوصلوا الرخاء المالي والراحه الماديه؟ كلناش ورقه وستيلو، تليفون ذكي، كمبيوتر، آلة حاسبه، فما نحشموش من بعضياتنا داخل البيت. الورقه وستيلو نفقنا قدا وقدا في اكتوبر وفي نوفمبر علاش تزاد، وفي ديسمبر هبطت شويه، ولكن يناير فين مشات لا بريم، وفي ديسمبر علاش ما لقيناش باش نخلصوا لا فينيت والتامين ديال سيارتنا. وفي مارس كاينه 8 مارس عيد المراه، ولكن راه شفتك انت ان الفلوس ديالك دخلتيهم وما دخلوش في المشروع ديالنا ديال النشاط المدر للدخل اللي اتفقنا عليه. علاش ما صوبتيش كذا؟ العيد الكبير واش غادي نشريو بهذا الثمن ولا بهذا الثمن؟ يعني احنا في اطار ميزانيه ديال البيوت التي تحثنا على مراجعه الذات يوميا، والخطا وارد في التدبير والاغلاط الماليه وارده في التدبير. علينا ان ندفع بالبيوت الى وضع عقليه للترشيد، وما نحاولوش نستهتر بالتدبير ديال الفلوس، لان نهار كيخصك درهم وما كتلقى حتى شي واحد عاد كتفهم الهضره ديال الخضري فين غاديه. البيوت خصها تعرف انها نتمنى الاحسن، ولكن يجب ان ننتظر الاسوأ.